صباح الفل او يا مساء الفل عليكم يا احلى وردات في الدنيا. ده الروتين المسائي بتاعي، حبيت اشارككم بصراحه الروتين المسائي الفتره دي. بصوا انا مش بستخدم اي منتجات يعني كتيره على بشرتي الفتره دي. هقول لكم انا بستخدم ايه. انا غسلت بشرتي بالغسول المناسب طبعا لنوع بشرتي، كان استخدمت بتاع ايفا. الفتره دي انا بحبه جدا عشان بيصفي بصراحه البشره وسعره مش غالي ب35 جنيه. وبعد كده ما استخدمتش تونر بصراحة، اللي هو سبت بشرتي مندية شوية. وبعد كده استخدمت سيرم هيرونيك اسيد من دكتور راشد. هو مش احسن حاجة ومش افضل حاجة، بس كترطيب حلو، وانا بشرتي في الشتاء بتحتاج ترطيب زيادة، فمش بحرمها بصراحة من الترطيب. ومع السيرم بعمل مساج خفيف. حاولوا يا بنات بجد والله عن تجربة، لو بدأتوا المساج بدري لبشرتكم، يعني لو في سن 22 عشرينات، هتلاقوا نتيجة حلوة قوي قوي قوي. انا للأسف اكتشفت الموضوع ده متأخر. انا كنت بعمله في العشرينات بس مش باستمرار، وطبعا اي حاجة تستمروا عليها بتجيب نتيجة، بس للأسف انا قعدت فترة قطع عن الموضوع المساج للبشرة، لان ممكن يكون اتلهيت في مشاكل الحياة وضغوطات الحياة. بس لما دخلت في الثلاثين بصراحة رجعت له تاني، ويوميا صبح وبالليل لازم اعمل مساج لبشرتي. في فيديوهات كتيرة قوي عن المساج للبشرة، وهو فعلا حلو جدا، بيحفز الدورة الدموية. وعايزة اقول لكم فعليا في نتيجة مع الاستمرار. طبعا انا مش بكتفي بالمساج ده بس كده، لا، انا كل ما احط حاجة على بشرتي اعمل مساج. وبكتر بقى بالليل، بكتر ترطيب زياده، يعني بالليل هتلاقوني بص انا مكتره. واهم حاجه اهم حاجه يا بنات، اوعوا تنسوا ترطيب الرقبه. الرقبه من ضمن الوش، يعني ما هتقولوا لا ملهاش لازمه نرطب، بس الرقبه بيظهر عليها علامات تقدم في العمر بطريقه فظيعه. لو انت مهتمتيش برقبتك او كده هيبان ان انت كبرتي في السن. وبشور احنا هنكبر، بس يعني على المدى نحافظ على بشرتنا ونحافظ على رقبتنا. واللي هتحطيه على بشرتك حطيه على رقبتك. واهم حاجه الصبحيه الصن بلوك، زي انت هتحطيه على بشرتك حطيه على رقبتك وايدك. اوعوا تنسوا الحته دي، الصن بلوك يا بنات مهم جدا 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 جدا. ممكن دلوقتي ما تحسوش باهميته، بس مع المدى هتحسي. لو انت لسه بنوته في ال18 20، انصحك بالصن بلوك ويبدأي مساج لبشرتك، هيفرق معاكي جدا. طبعا انا بصراحه اتعلمت المساج، مش هقول لكم اتفرجت على فيديوهات كتيره، انا كنت بعمله من نفسي. وبعد كده اكتشفت ان في فيديوهات فعلا بتعمل مساج، قعدت اتفرج عليها كتير كتير. بس طبعا انا مش متمكنه فيه، انا بعمل اللي انا بشرتي بترتاح ليه. فاهمين قاصد ايه؟ طبعا اغلبيه الناس في الفيديو اللي قبل اللي نزل كانوا قالوا لي وشك نزل، اللغد نزل. انا طبعا بعمل المساج بالاستمرار، وده طبعا اثر معايا اللهم بارك على البشره عندي. فالبنات اللي بتعاني فعلا من اللغد، تعاني فعلا من ترهل البشرة، الخطوط التعبيرية، بس مش العميقة. يعني ما تجيش واحدة عندها خطوط عميقة في الجبهة وتيجي تعملي المساج وفي الاخر هتقولي مش باين، ما عشان انت سبتي الخطوط لحد ما خلاص بروزت في وشك، مفيش مش هينفع. بصوا بقى، ممكن تستخدموا الاويل الزيت ده على البشرة وتعملوا بيه مساج لو انت بشرتك من نوعية جافة قوي قوي قوي. طيب لو مش متاح عندكم المنتجات اللي انا بستخدمها، انتوا ممكن تستخدمي زيت جوز الهند طري وخفيف قوي على البشره. بلاش الزيوت التقيله. لو مش متاح عندكم المنتجات اللي انا بستخدمها مش لازم نتقيد. طيب وفي حاجات طبعا غير الاداه اللي انا بستخدمها دي، الاداه دي بتعمل زي فايبريشن كده على البشره، بصراحه بتخلي في استرخاء كده للبشره. طبعا اي مساج انتوا حابين تعملوه لازم ترفعوا لفوق، ما ينفعش تنزلي بشرتك لتحت عشان ما يحصلش فيها اي ترهل. فزي ما انتوا شايفين كده، انا اي مساج بعمله برفعه لفوق. والاله دي زي ما قلت لكم بتعمل فايبريشن، فبتخلي الوش فعلا اللهم بارك منتعش. ففي اداه كتير قوي زي حجر الهامشين، حاجه زي كده يا رب اكون منطقه صح. حاجات حلوه قوي للمساج، فهاتوا اللي مقدرتكم. دي انا كنت جايباها من الصيدليه، معاها خاتم برضو بيعمل فايبريشن لتحت العين، بس مش بستخدمه كتير، بقيت افضل دي على طول يعني. اهم حاجه تعقموها كويس وتحطوها في الفريزر، وبرضك لما تيجي تطلعوها برضك تتعقم كويس. عايز اقول لكم برضك ما تنسوش الرقبه الرقبه الرقبه، لان فعلا فعلا في بنات تهتم ببشرتها وتسيب رقبتها. عايز اقول لكم مش انتوا بس، انا من كنت زيكم كده، من ضمن البنات اللي انا اهتم ببشرتي، احط صن بلوك وانسى رقبتي. فعليا قعدت فتره اكتر من كذا سنه على كده. وانا من الناس اللي بيعانوا من مقاومه الانسولين، فاللي هو شورت بيبقى الرقبه اغمق من البشره والجسم. فاللي هو مع الترطيب اللي طبعا الاسمرار بيقل، الناس اللي ما عندهم مقاومه انسولين هيعرفوا الموضوع ده.
ما تتضايقوش فعلا من حته ان انتوا عندكم مقاومه انسولين وان رقبتكم غامقه شويه، عادي جدا، تقبلوا نفسكم فعلا. بس نحاول نعالج نفسنا، مش نسيب الاسمرار ونقول لسه احنا عندنا مقاومه انسولين فنسيبها، لا احنا نحاول نعالج برضو باقل طرق واقل مصاريف. تمام بقى. طبعا حطيت انا الاويل على الشفايف عندي، لان طبعا الشفايف بتتاثر جدا في الشتاء، فما ننساش برضو خطوة ترطيب الشفايف. الشفايف لما بتتقشر وتبقى متدهولة، يعني زي ما بتقطعها كده، ويبقى المنظر مش حلو خالص، يبقى المنظر بصراحة انا شايفاه بيبقى منظر وحش، وكلنا بنعاني من كده في الشتاء. عايزة اقول لكم ان الاماندا دي ترطيبها حلو جدا، ده لون كراميل، وبيدي ترطيب حلو مع الاويل طبعا عشان احنا في الشتاء، فزودي ترطيب، كل ما زودي ترطيب تبقى حاجة كويسة. دي درجة 4. وبعد كده بقى ما تستغربوش من الخطوة دي، انت ممكن دي خطوة اختيارية، ممكن تضيفوا مع الترطيب اكراتين، عشان الاكراتين بيحفز البشرة وكمان بيساعد ان هو يقشر البشرة تقشير خفيف. فانا الفترة دي بستخدم اللي هو بتاع ستارفيل. طبعا انت عايزه تخلطيه مع المرطب اخلطيه، بس انا بحب احطه كطبقة اخيرة كده، حاجة صغيرة، ومع مساج كده بسيط لحد ما البشرة تتشرب كل حاجة عليها. المساج يا بنات مهم جدا ومفيد، اوعوا تتغافوا عن خطوة المساج. ولو انت عندك تصبغات، انا بصراحة كان عندي تصبغات فبحب احط الوايتنج ستارفيل حلو جدا، بس الاكراتين افضل منه طبعا. وبعد كده الخطوة دي برضو اضافية، عندك البديل بتاع الخطوة دي اللي هي الماسكارا بتاع ايديت هاوس اعتقد، يا رب اكون منطقة صح، كنت بستخدمها اللي هي السيرام الكوري، حلوة برضو وبتقل الرموش وبتقل الحواجب. بس انا بقيت احب استخدم الحاجات الطبيعية اكتر، فبقيت استخدم زيت جوز الهند، ده بكر يعني، ده بكر الاصلي، بلاش استخدموا اي حاجة على اضافات. وطبعا مش بعمل بالبرش لان مش عايزة الزيت يخش جوه عيني، انا دوبك بس مملس، عشان بحس ان الحواجب بتبقى محتاجة ترطيب. وبرضك اشربوا حاجة دافية، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية جديدة.